صباح الخير. بص، لخبطت الدايت، اتوترت وقلقت، اهدى خالص. كل الناس بتغلط، مفيش حد ما بيغلطش. احنا هنتكلم النهارده ازاي ترجع تاني للتراك بتاعك، حتى لو انت حسيت ان كل حاجه ضاعت وان انت بوظت كل حاجه والدنيا كلها باظت. فركز معايا لان هنتكلم على كل حاجه، هنتكلم على خطه كامله ان انت ترجع تاني ازاي. هنتكلم عن انك ازاي ترجع بعد اللخبطه تاني، عندك تحفيز واصرار تاني وتركيز تاني. هنتكلم على يوم كامل للتنظيف، هنتكلم على ازاي ما يبقاش في اي تأثير سلبي لجسمك بعد اللخبطه. بص، انا بصور الفيديو ده في الشروق عشان بس الفكره دي، ان دايما في يوم جديد، والنهارده يوم جديد، ولو لخبطت امبارح ده يوم جديد. خلي الفيديو ده عندك لانك هتحتاجه. بص، اول نقطه هتكلم عليها وهي مهمه جدا، ما بعد الخروج عن النظام. ما بعد الخروج عن النظام بتتوتر وتلوم نفسك، فاهدى خالص. ما تلومش نفسك خالص. حصل اللي حصل، ما تفكرش في اي حاجه من اللي حصلت، وركز ان بكره يوم جديد. ركز بس في الكلمه دي، بكره يوم جديد هتبداه الصبح على الهادي، هتاخد فيه الياف كويسه، وهتاخد فيه بروتين كويس، وهتاخد فيه دهون صحيه، وهتشرب ميه كويسه. ما تفكرش في اي حاجه، دي رقم واحد. رقم اتنين، احنا هنتكلم عن ان ساعات الناس بتلخبط وهي مش عارفه يعني ايه. يعني انت مفكر ان انت جعان، بس الحقيقه ان انت مش جعان. دي غلطات الناس بتقع فيها. لو بتلاقي نفسك عمال بتفتح التلاجة وبتقفلها، متوتر رايح جاي بتفكر هتطلب ايه، انت مش جعان. فحاول في الوقت ده تعمل اي حاجه تانية. اعمل حاجه، اتمشى، روح اتمشى، العب لعبه انت بينفع تستخدم فيها ايدك بتحب تلعبها. ابعد بس عن الاكل، وما تبقاش في المكان الحيز دايما. يعني ما تعمليش المكالمه دي وانت في المطبخ، وانت بالحاجات جنبك والثلاجه جنبك والمش عارفه الاكل جنبك وهكذا. فاعملي بس النقطه دي رقم اتنين. رقم تلاتة، خطه انقاذ الدايت. اليوم الجديد اللي احنا اتفقنا ان ده يوم جديد لازم يبقى يوم هادي خالص. انت معدتك تعبانه من العك بتاع امبارح. اي حد بيلخبط جوه الدايت معدته بتتعب. فابدا اول وجبه بدايه صحيه قوي، كل خضار كويس قوي. ممكن تاخد معاه زبادي يوناني، او لو هتختار بروتين اختار بروتين مش بقوليات. يعني ما تاخدش فول مثلا، خد مثلا بيضتين وشويه خضار. اشرب ميه الصبح كويس قوي، وخد شاي اخضر. شاي اخضر هيطلع السموم اللي في جسمك وهيهدي جسمك، فهيفيدك جدا. وتمشى او العب اي رياضه خفيفه في اليوم التاني. فدي تالت حاجه في خطه انقاذ الدايت. رابع حاجه، انت بتلخبط ليه؟ زي ما احنا قلنا ان في ناس ساعات بتبقى مش عارفه هي جعانه ولا لا، وعماله بتفتح التلاجة. ساعات ناس بتلخبط عشان عندها مشاعر سلبيه. في الوقت ده انت لازم تطلع مشاعرك السلبيه. طلعها في طريقه لطيفه قوي، انك تكتبها. تبدا تكتب انت حاسس بايه دلوقتي. لما تكتب هتمسك ورقه وهتمسك قلم، فهتشغل نفسك بحاجه زي كده. ولما هتطلع مشاعرك السلبيه هتعرف تتعامل مع مشاعرك. انت بتهرب من مشاعرك في ان انت بتروح تاكل. فدلوقتي اللي هنعمله ايه؟ انك هتطلع مشاعرك، هتبقى عندك تركيز اكتر على نفسك وعلى مشاعرك وعلى انت حاسس ايه دلوقتي. مثلا ممكن تشرب مشروبات هاديه بتهديك، زي البابونج وزي الكاموميل وزي اللافندر وزي النعناع. دي حاجه هتهديك شويه وانت بتطلع مشاعرك السلبيه وانت بتكتبها. فيبقى احنا هنا رحنا تاني لنقطه ان ليه انت ساعات بتلخبط. خلي الفيديو ده عندك لانه جامع كذا نقطه في اللخبطه، فركز فيها قوي. خامس حاجه من الحاجات اللي بتخليك تلخبط، انا هقول بنتعامل ازاي في اللخبطه. انا بقول نقطه ونقطه. ان انت مثلا عاوز تاكل حاجه، عاوز تاخد شيبسي تقرقش فيه، عايز تاخد بسكوته، انت حاسس فعلا ان انت جعان. لا، ده جوع حقيقي وما عنديش مشاعر سلبيه، وكل اللي انت بتقوله ده مش ملائم للحته دي. خلي في الوقت ده في سناكس صحيه سهل انك تروح لها تاخدها في البيت. خلي عندك فشار، خلي عندك حمص شام، خلي عندك ترمس، خلي عندك شوكولاته دارك، خلي عندك شويه فاكهه مقطعها كده ومسقعها. تبقى حاجه تعمل لك ساتسفاكشن لما تبدا تاكلها، هتلاقيها لطيفه وتنبسط بيها. خلي عندك زبادي يوناني، وممكن تقطع عليه فاكهه وتحط عليه معلقه هيلث سبريد في الوقت ده. فلما تتزنق خالص تروح لدوت. فدي حاجات برضو هتخليك بعد ما تاكلها عندك شعور بالانبساط انك ما لخبطتش الدايت، وبرضو في نفس الوقت خدت حاجات لطيفه. ازاي تحفز نفسك بعد اللخبطه؟ دي اصعب حاجه اصلا، واكتر حاجه بتقابل الناس. بص، اول حاجه لازم تقول لنفسك ان ده عادي، وان في ناس عادي لخبطت الدايت وبعدها عرفت تخس وترجع تاني للتراك، ودي حاجه بتحصل. النقطه اللي انا عاوز اتكلم فيها انك تحط اهداف بسيطه، زي انا هتمشى النهارده شويه، هعمل 3 وجبات صحيه هاكلها، هعمل صيام متقطع النهارده بس. وتبقى تاسك بسيطه. يعني ما تروحش بقى ايه معسف نفسك وتقول ايه، لا ده انا مش هاكل خالص طول اليوم. لا، انا هاكل 3 وجبات صحيه، انا هتمشى شويه، انا هعمل حاجه لطيفه،
انا هقعد في مكان لطيف زي ده كده وممكن اعمل تمارين تنفس، هقوم اتمشى شويه بس. حاجات بسيطه ينفع تعملها، لما تعملها تحس بشعور بان انت انجزت حاجه. النقطه السادسه هنتكلم فيها على، لا طب انا ليه بلخبط ساعات؟ ساعات بتلخبط عشان العوامل الخارجيه، العزومات والافراح والتجمعات الكبيره دي ساعات بتخليك تلخبط الدايت. فاول حاجه نصيحه، وانت رايح لازم تبقى واكل كويس. ما تروحش وانت مش واكل، عشان هناك لو كلت غلط لا، انت لازم وانت رايح تبقى واخد سناكس خفيفه بتاعتك، تبقى واكل الوجبه بتاعتك مثلا الغدا وبعدها خدت مثلا شويه مكسرات، تبقى خدت علبه زبادي. ما ينفعش تبقى رايح جعان طول الوقت ده، لان لما اتلخبط ساعتها هتلخبط كتير قوي. دي نقطه برضو لازم تبقى فاهم هو انا ليه بلخبط. يبقى احنا قلنا في الفيديو ده 3 مرات كده احنا ليه بنلخبط، انا قلت بس اقولها لك في ازاي تتعامل بعد اللخبطه. نقطه بتاعت ان انت لما بتتوتر بتاكل، انا شايفك عارفك عارف انت بتعمل ايه، وفكره ان انت مش عارف اصلا انت جعان وعمال بتفتح التلاجة كده بتفرك. والنقطه الثالثه بتاعت التعامل مع المؤثرات الخارجيه. الفيديو ده مهم، اسمعه تاني وخليه عندك عشان نعمل ميكس ما بين ايه، طب انا ليه بلخبط، طب لما هلخبط هعمل ايه. فركز معايا في النقطه اللي بعدها. بعد اللخبطه، لو انت حاسس ان انت بقى بقيت جسمك تقيل ونفسك تقيل وصعب، 3 حاجات لازم تعملهم. صوم بعد اخر وجبه، صوم فتره طويله قوي. تاني يوم اشرب شاي اخضر، لانه بينقي الجسم من السموم فعلا، ولانه بيهديك فعلا شويه. ابدا خد خضار في اليوم ده كتير. ما تحطش وجبات دسمه. قسم وجباتك شويه، يعني ساعتها انا بقول لك ضيف السناكس بتاعتك للوجبه الرئيسيه. في اليوم ده ما تكربسش قوي نفسك، لانك جسمك اصلا تقيل. فابدا وجبات بس كده 4 5 وجبات بسيطه، فاكهه مع زبادي مع مكسرات مع بروتين مع خضار، وابدا اعمله. في الاخر انا عايز اقول لك حاجه يا صاحبي، مادام وصلت هنا فانت بتعاني ومتضايق وملخبط، فركز معايا. الدايت مش سباق سرعه، احنا قلنا قبل كده الدايت ماراثون طويل، لازم تاخد فيه نفسك كويس، ولازم تعرف لما تقع انت هتقف ازاي. صدقني بص، انا دكتور دايت بقالي 8 سنين، اشتغلت مع اكتر من 20,000 حالة، وعهد الله ما شفت حد خس من غير ما لخبط خالص مثلا. فلو انت لخبطت دي حاجة طبيعية، بس لازم تبقى مركز ان في الفترة اللي جاية ابدأ تاني، بس البداية تكون حقيقية وما تبقاش اللخبطة الجاية قريبة، وما تقعش. واوعى تدخل في دايرة اللوم وان انت تقعد تجلد نفسك، لان مش حقيقي. احنا اتفقنا ان في الاخر اتعامل مع نفسك زي ما الجي بي اس بيتعامل معاك، مش بيقعد يبكتك ان انت ما لقيتش الطريق، لا بيقول لك عادي في طريق تاني اهو، وقعت ولفيت غلط عادي في طريق تاني هتمشي فيه. ففي الاخر خليك عارف ان ينفع، وانك هتنجح، وان الدايت محتاج بس تفكير كويس.